السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين. يلا نعمل مقبلات تحفة على السفرة من الحاجات الأساسية اللي كلنا بنحبها على السفرة. الحمص الطحين اللي هي طحينة الحمص يعني. عندنا حمص زي 300 جرام حمص مسلوق جامد جدا، وعندي ملح وكمون وفلفل اسود، وعندي نص ليمونة كبيرة أو معلقتين كبار عصير ليمون، عندي خل، عندي زبادي، عندي طحينة سمسم يعني، وعندي زيت زيتون. هاحط كده على الحمص حبة مَيّة صغيرين جدًا لحد ما أنعّمه تمامًا، أخلّيه ناعم يعني، وهانزل عليه بزبادي أنا عاملاه في البيت، علبتين زبادي. أنا حطيت علبتين زبادي لإن عايزاه يعني إيه، هاغمّسه بقى جنب كفتة وكده، فأنا عايزة يبقى مش ماسك أوي، مش عايزاه تقيل، فأنا حطيت علبتين زبادي، لكن أنتِ عايزاه تقيل ممكن تحطي علبة واحدة أو كوباية واحدة. حطيت 3 معالق طحينة أنا برضه عاملاها في البيت، وحطيت ملح وكمون وفلفل أسود ومعلقتين خل. يعني حطيت معلقتين خل ومعلقتين عصير ليمون، وحطيت علبتين الزبادي و3 معالق طحينة وملح وفلفل وكمون وربع كوباية مَيّة، وهاطحن كل ده كويس لحد ما الطحينة تفك والحمص تُقل ويعمل يخف شوية، كلها تنضرب كويس. كده خلاص كانت نعمت معايا. هاحط في الآخر زي يعني 3 معالق كده زيت زيتون في الآخر، 3 معالق، وهاقلبهم كويس جدًا، بس يتجانسوا بس مع بعض. وهنا عندنا كائن في البيت ما بيحبش التوم، فهناخد له حبة من غير توم، وهنحط بعد كده التوم، توم ناعم مفروم زي فصين توم كده يعني، وعلى حسب حُبِّك للتوم تحطي الكمية اللي أنتِ عاوزاها. بعد كده بقى هازيّن بزيت زيتون وحبّات الحمص وبابريكا مدخنة على الوش، وأي حاجة خضرا عندِك. طعمها تحفة يا جماعة، مضبوطة جدًا. يا رب تكون عجبتكم إن شاء الله. أشوفكم في وصفة جديدة، كل سنة وأنتم طيبين. لو عجبتكم شيروا لنا الفيديو.